تعال اقول لك ايه انواع الهاردات دي وايه الفرق ما بينهم. مثل في انت بتقول كلام كبير. كويس. كلام كبير قوي. يصعب على امثالي فهمه. اول حاجه واقدم حاجه الاتش دي دي بمنفذ ساتا زي ما انت شايفه ده، وده اللي سرعته ساعات بتوصل ل 64 ميجا بايت في الثانيه. ليه؟ لان طبعا بيحتوي على موتور فبطيء في نقل البيانات. هوب اخترعوا لنا سوليد ستيت درايف او الاس اس دي، واللي منفذ ساتا بنفس الشكل بتاع الهارد ديسك الاتش دي دي القديم، يعني معنى كده ده يركب مكان اي اتش دي دي القديم، او بالصوره بتاعته اللي هي الام دوت 2، واللي سرعته معانا بتوصل ل 600 ميجا بايت في الثانيه. هوبا نسيوا الساتا واخترعوا لنا سلوت جديد اسمه بي سي اي اي اكسبريس، واخترعوا لنا الهارد ديسك ده ام في ام اي اللي بتبتدي سرعته من 3500 ميجا بايت في الثانيه وبيوصل معايا ل 14000 ميجا بايت في الثانيه. فاكر الاتش دي دي القديمه ب 64 ميجا كنا عايشين معاه ازاي؟ ده باين انه هيبقى